السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. لو أول مرة تشوفيني أنا أميرة أبو المجد، فضلا وليس أمرا. اشتركي في القناة، فعلي الجرس، ولو عجبكم الفيديو اضغطي لايك كده قمر زيك. الأول كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله كده وابتدينا اليوم. اللهم بارك بكل نشاط وحيوية. وبقالي كتير ما نزلتش كده، رحت فتح الله، فقلت انزل اتفرج كده على الاسعار بتاعت الادوات المدرسية، ما اني لسه ما اشتريتش. عندي تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي محتاجين ادوات مدرسية بقى وشنط. لسه ما جبتش حاجة، فقلت انزل اتفرج على الاسعار واشوف كده ايه الدنيا ماشية ازاي، وبالمرة اجيب شوية حاجات كده ناقصاني. وبسم الله ما شاء الله كده شكل الفاكهة والخضار ده أول قسم تخشي عليه بقى في فتح الله. أول حاجة كده الفاكهة والخضار، اللهم بارك كده شكلها كده يفتح النفس. ابتديت اللي أنا جبت كده شوية حاجات، كان ناقصني الكابوتشي، كان ناقصني فلفل ألوان، مشروم. ابتديت اللي أنا أجيب الحاجات البسيطة اللي هي كانت ناقصاني، ودخلت كده على طول كده على قسم البهارات. جبت شوية برضو بهارات، ملح وفلفل كده وكمون وكزبرة، شوية بهارات الأساسية هي اللي كانت ناقصة. وابتديت ألف طبعا في الوش على طول الأدوات المدرسية. اتفرجت كده على الأسعار وخدت الصدمة تمام. أقل شنطة مدرسية موجودة هناك ب965 أو 975، المهم إن هي داخلة على 1000، وأنا محتاجة شنطتين. فما جبتش بقى اي حاجه من الادوات المدرسيه، استكفيت طبعا بشويه الخضار اللي انا جبته وشويه البهارات، وعطيت ظهري بقى وطلعت على طول. ان شاء الله باذن الله هنزل اجيب الادوات المدرسيه، وهقول لكم بقى منين وبكام وكل حاجه باذن الله. انا استغليت ان انا عندي سمكه تونه محترمه بقالها 3 ايام كده في الفريزر. انا السمك ما بشيلهوش اكتر من 3 ايام، اي نوع سمك، سردين، سمك بلطي، سمك تونة، سمك، اي نوع سمك بوري، هم 3 ايام مش اكتر من كده. 3 ايام كده بالنسبة لي كتير، انا بحب السمك يكون طازة. فالسمكة دي كانت عندي بقالها 3 ايام، فطلعتها سبتها تفك، وخدت بعضي وقلت انزل اجيب بقى شوية البهارات اللي ناقصاني وشوية خضار كده كان ناقصني، وجبت كمان بصل. طيب السمكة تبتدي أول حاجة تشيلي كده، نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، تشيلي كل الزوايد اللي موجودة ونقطع بقى الراس ونتخلص منها. وبعد كده بتتشطف كويس قوي، وعملت لها محلول نقع، خلاص عبارة عن ليمون وملح ودقيق، وسبتها فيه عبال ما قطعت بقى شوية الخضار معايا بطاطس مخرطاها رفيع، أي خضرة موجودة عندك، كمية البصل اللي تعجبك، فلفل ألوان وطماطم وشرايح من الليمون. أنا حاطة كرفس وكزبرة، بتاخدي كده الورق ما بتاخديش العيدان، كرفس وكزبرة. بالنسبة للبهارات ملح، فلفل، كمون، كزبرة، من كل حاجة كده معلقة صغيرة. الملح بقى على حسب الرغبة، أنا حطيت معلقتين صغيرين من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة محترمة كده صغيرة مليانة من الكمون، وزيها من الكزبرة. السمك غسلته كويس جدا، أنا الأول نقعته في مية وملح ودقيق وليمون، وسبته شوية عبال ما أنا خرطت الخضار ده كله، وبعد كده شطفته كويس وسبته في المصفى لحد ما ينزل ميته بقى ناشف. وابتديت اللي أنا أحطه كده، حطيت كل حاجة على بعضها تمام، كل الخضار كده دعكته في قلب بعضه بالبهارات بكمان السمك، وتسيبيه بس كده ايه 5 دقايق علشان السمكة تشرب بس من التتبيلة، يبقى طعم اللحمة بتاعت السمكة ذات نفسها يبقى كده واخد من التتبيلة. الطريقة دي هتعمليها مع السمك، مع السردين، سمكة التونة، ممكن كمان سمكة البوري، بيبقى جميلة وطعم البطاطس فيها بتبقى خطير. نبتدي كده نرص الطبقة اللي تحت بطاطس، وبعد كده الخضار، وحطينا شرايح السمكة، وبعد كده حطينا كده الليمون على كل واحدة، وابتدي نزلي الخضار كله. ما بنحطش فيها ولا نقطة مية، تمام، ما بتحطش فيها مية. صينية السمك ما بحطش مية. خلاص احنا حطينا الخضار كله، ومعايا ربع كوباية من الزيت اللي هما معلقتين زيت كبار.
معايا الفرن شغال، شغاله الفرن من تحت على درجه حراره 200. الفرن سخن جدا. دخلي الصينيه، ما تقفلهاش ولا بورق فوين ولا باي حاجه، انتي دخليها كده. الخضار ده كله هيبتدي ان هو ينزل الميه بتاعته، ده بقى هيبقى معاكي صوص كده يتحط كده على الرز. طب هعرفها منين ان هي استوت؟ هي شكلها بيبقى باين، البطاطس متخرطه رفيع والسمك ما بياخدش وقت في التسويه. انتي لو شفتيها يعني بيبان. طب انا مش عارفه، بالشوكه كده هتختبري البطاطس هتلاقيها استوت، والسمكه هتلاقيها معاكي استوت والريحه بتكون باينه. بنعمل ايه جنبه؟ عملنا رز صياديه وطبق سلطه خضرة بس، جرجير، طماطم، خيار. مش محتاجه اي سلطات تاني، لان البطاطس بقى بالخضار ده طعمها خطير. تمام. السمك زي ما بقولك عايزه تشيليه في الفريزر، ما بيتشالش اكتر من 3 ايام علشان طعمه ما يغيرش معاكي. خلاص احنا كده خلصنا الغدا، قلنا نعمل كده حاجه حلوه وساقعه كده ترطب علينا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. معايا بسكوت شاي، اي نوع بسكوت موجود عندك، ولو عندك البسكوت اللي هو بتاع العيد ده اللي احنا بنعمله العادي برضو اي كمان كمية. هنبتدي اللي احنا نضربها في الكبة، وبعد كده حطيت عليها معلقة واحدة بس من السمنة، وعطيتها لفتين كمان عشان يبقى عامل معايا زي رملة البحر. نبتدي بقى كده نحطه بقى في كاسات، في أطباق زي ما تحبي، وبالكوباية تانية بالراحة عشان الكاس ما يتكسرش معاكي، بس ضغطة بسيطة. طيب معايا بقى كوباية من الحليب اللي هو اللبن، معلقتين من الكاستر، معلقتين من السكر. هنقلب على البارد، نرفعها على النار مع التقليب المستمر والنار تكون هادية. أول ما يبقى يديني سمك متوسط كده، نبتدي اللي احنا نصبه على البسكوت. ما عندكيش كاستر ممكن تعملي بالنشا اللي هي مهلبية نشا. تمام. هدخلها بقى بعد ما تبرد تماما، هدخلها في التلاجة. معايا هنا جيلي دريم، انا جايبه اللي هو اللي هي العلبه بتاعت التوفير اللي هم التلاتة مع بعضيهم. تمام. خدت 2 باكت منها. معايا كوبايتين ميه مغليه، حطيت 2 باكت من الجيلي، وابتدي اللي انا اقلب بعيد عن النار اهو. خلاص اقلب لحد ما يدوب تماما وهسيبه يبرد تماما. ما حطيتش بقى، المفروض لو انت هتعملي الجيلي يبقى كوبايه ميه مغليه وتقلبي، وبعد كده بتحطي الكوبايه التانية اللي هي من الحنفيه اللي هي الساقعه. لا انا دلوقتي استكفيت بالكوبايتين المغليين على 2 باكت عشان يطلع معايا تقيل ومركز، ومش عايزاه كتير لان انا هحطه كطبقه تالتة بس بعد ما الكاستر برد تماما. وهنحطه كده على الطبقه التانية وهندخله التلاجة يتماسك. طالع معايا متماسك بالطريقه دي. تمام. احنا كده كده اصلا سيبناه يبرد، بعد كده هننزله على الكاستر. ما ينفعش تنزليه على الكاستر وهو سخن، احنا سيبناه يبرد تماما وبعد كده نزلناه على الكاستر وتدخليه كده التلاجة يطلع معاكي 3 طبقات. والولاد بيحبوا الحاجات دي، وبألف هنا وشفا عليكم.